MCU. انا متأكد انك لو بتتابع اليوتيوبرز الاجانب اكيد سمعت المصطلح ده. مصطلح بيسخر من اسم مارفل MCU او مارفل سينماتيك يونيفرس، عالم مارفل السينمائي، وبدل السي بدلها بشي، بمعنى انه تحول من عالم مارفل السينمائي لعالم مارفل النسائي، عالم مارفل للبنات. وده بسبب انزعاج الناس من كمية الشخصيات النسائية اللي بقت جزء من عالم مارفل وبقت اعلى حتى من الرجالة، وافلامهم بقت مقرفة. بص، انا مش جاي هنا اقول ان المشكلة في البنات لان دي عنصرية، عمر ما الشخصيات النسائية كانت مشكلة. بالعكس، في شخصيات عظيمة في عالم مارفل نفسها زي بلاك ويدو وسكارلت ويتش وسو ستورم. المشكلة في العقلية اللي بنت الشخصيات دي، عقلية ليبرالية بتفرض اجندتها عافية. وانا عارف ان في ناس كتير بتتكلم على حتة الاجندة دي، وعشان تفهم قصدي كويس تعالى نوضح الفرق في الدعاية الفيلمين، فيلم ايرون مان 2008 وفيلم ذا مارفلز 2023. في 2008 مارفل ظهرت في كوميك كون، الايفنت العملاق الخاص بالابطال الخارقين، باعلان بسيط لفيلم ايرون مان وبدله كامله لايرون مان نفسه عشان تحمس الجمهور للفيلم. حتى قبل ما تكون في مؤثرات بصريه جاهزه، كان في مقابلات ترويجيه قبل صدور الفيلم. روبرت داوني جونيور وجون فيفرو ظهروا واتكلموا عن الموضوع، عن الشخصيه، عن التحديات، وعن ازاي الفيلم ده مش مجرد فيلم اكشن ولكنه شخصيه مختلفه عن اي بطل تاني. المقابلات دي كانت بتحاول تربط الجمهور بالشخصيات، تربطهم بتوني ستارك كبطل مخترع، رجل اعمال عنده اخطاء، حكايته قبل ما يكون بطل خارق. ده بيدي عمق وبيخلي الناس مهتمة بالفيلم، مش بس بعرض الاكشن والمؤثرات البصرية. الدعاية كلها كانت على الفيلم انها تعلي الحماس، تركز انه عمل ضخم ومتعوب عليه، وانك قدام عمل هيغير السينما، وبالفعل نجحوا. تعال بقى نخش على دعاية فيلم ذا مارفلز 2023. دعاية الفيلم ما كانش ليها اي علاقة بالفيلم، هما ما كانوش مهتمين يحمسوك لأي حاجة، لان كده كده الفيلم اصلا زبالة والناس بتشتمه من قبل ما ينزل. مارفل وصل ساعتها لمرحلة من الانهيار، كتير من فانزاتها تحولوا لأعدائها، وبدل ما تصلح الغلطة دي عندت اكتر مع الناس. دعاية فيلم ذا مارفلز كان عنوانها تمكين المرأة، تمثيل الأقليات، وبلا بلا بلا. هتشوف مقابلات كتير جدا لإيمان فيلاني اللي بتقوم بدور ميس مارفل، بتقول إنها لما قرت إن شخصيتها من ذوات البشرة البنية، البشرة البنية دي بتمثل العرب وجنوب آسيا، انبسطت جدا. أخيرا لقيت اللي هيمثلها. تيونا باريس قالت إن كان مهم جدا تطلع في الفيلم بشعرها الطبيعي مش بباروكة. ليه مهم؟ معرفش. زاوي أشتون شريرة الفيلم قالت أخيرا هنمكن المرأة. ساعتين كاملين من الستات الأقوياء المعتمدين على نفسهم، وطاقم عمل كله بنات، ومخرجة بنت. سمعت انت يا معلم كل التصريحات دي؟ ايه علاقتها بالفيلم؟ ما تعرفش. من امتى تجسيد الاقليات حاجة نفتخر بيها واللي بتجسده اصلا وحش؟ بمعنى انك لما تجيب ميس مارفل مسلمة بس بتهرب مع عاشقها، ابوها بيتا ملوش كلمة، ممكن تشرب خمرة ومتحررة، انا كمسلم استفدت ايه؟ فين الشخصية اللي بتمثلني هنا؟ وبتمثل ايه بالظبط؟ دي بعيدة قوي عني وثقافتها مختلفة تماما. ده غير تمكين المرأة هيفيد في ايه لو الفيلم اللي مكنوها فيه وحش؟ القصة وحشة، التمثيل متوسط، احساس انك داخل فيلم رخيص، فانت كده بتهين المرأة مش بتمثلها. ده غير المصيبة الأكبر إنك بتعزل جمهورك الوفي وبتراهن على ناس عمرهم ما هينجحوك، لأن آخرهم كلام. لما تراهن على الألوان والناشطين الحقوقيين والليبراليين فأنت خسران، لسبب جمهور مارفل الأساسي رجالة مش بنات، ورجالة تقليديين جدا مش فارق معاهم أي أجندة، اللي فارق معاهم العالم اللي بيحبوه والقصص اللي علقتهم بالعالم ده والأبطال اللي ارتبطوا بيها سواء من الأفلام أو الكوميكس. فلما تقول على الفيلم الفلاني ده فيلم خاص بالبنات، فاكنك بتقول للجمهور الرجاله اللي هم فانزاتك ما تتفرجوش عليه، وفعلا ما تتفرجوش عليه والفيلم خسر. انت لو قاصد تدمر نفسك مش هتعمل كده. ده غير ان مش كل الشخصيات كانت تستحق فيلم خاص بيها. ذا مارفلز ملوش لازمه، وبلاك ويدو برضو نفس الكلام. شخصيه بلاك ويدو نفسها كانت محبوبه جدا جدا من الفانز قبل ما ينزل فيلمها، وبعد ما نزل فشل ذريع لانه جه متاخر جدا، بيحكي حاجه ملهاش لازمه لشخصيه عارفين انها كده كده هتموت في فيلم تاني. فصراعها مع الشرير اللي في الفيلم ده ملوش تاثير، وانت اصلا مش حاسس بخطورته،
كل ده عشان نقدم اختها كبديل ليها. فيلم كامل معمول لتقديم اختها، وضيعوا ايرث بلاك ويدو نفسها لانها اتحولت من جزء للاحداث لماكينة فرض اجندة وتمكين المرأة. القشة بقى اللي قسمت ظهر البعير كانت تقديم شخصيات كتير ملهاش اي 30 لازمة لمجرد انهم ستات. شخصيات زي ريري ويليامز ايرون هارت وشي هالك وامريكا تشافيز وميس مارفل وايكو، اعمال مدفونة رخيصة جدا بمؤثرات بصرية تعبانة وقصص ضعيفة وشخصيات موجودة بس عشان تبان الانثى القوية الجامدة جدا اللي بتهين كل الرجالة اللي حواليها وبتقل منهم وبتفوز لمجرد انها انثى. مفيش عمق، مفيش تطور، مفيش مراحل من المعاناة للوصول لنتيجة. انا فاكر لما نزل شي هالك كان اسوأ حاجة اتفرجت عليها في حياتي في فئة الابطال الخارقين. مسلسل لجلد الذات بيقطع فيك من كتر الكرنج، من كتر ما هو وحش الناس كلها اعتبرته مجرد ميم. فاكر حتى المشهد اللي قلب جمهور مارفل عليه لما شي هالك قعدت تصرخ في هالك وتقول له انا بنت بعاني اكتر منك، عديت بأسوأ من اللي انت عديت بيه وكنت صابرة وقوية وبلا بلا بلا. ده هالك اللي انقذ العالم وخسر حبيبته وقتل ابوها وقعد معزول مطارد طول عمره، وهي عشان بنت فاكيد عانت اكتر. حاجه في منتهى العبث وسوء استخدام لكسر الجدار الرابع شفته في حياتي. ما كانش ذكي نهائي زي ديدبول. طبعا مش هنخش على ايرون هارت وايكو لان لو اتكلمنا عن الشخصيات دي مش هنخلص. الفكره ان كتر الشخصيات اللي ملهاش لازمه ده خلى الناس يحسوا بالزهق من مارفل اللي بقت كل اسبوع بتقدم لهم حلقه من مسلسل او فيلم ولازم نشوفه عافيه مهما كان وحش لانهم رابطينه بعالمهم السينمائي الممتد. وده وصل الناس لحاجة اسمها سوبر هيرو فاتيج او اجهاد الابطال الخارقين. حرفيا الناس ما بقتش عايزة افلام تاني عن الابطال الخارقين، زهقت منهم. وده بقى ملحوظ اخر فترة. مارفل اللي كانت بتنزل حرفيا اي حاجة بتعدي المليار مرتاح دلوقتي بتعاني تجمع ال 500 مليون ايرادات لاي فيلم مهما كان حلو. فانتاستيك فور فشل، ثاندر بوليتس فشل، حتى فيلم سوبرمان بتاع دي سي منجحش، محققش اللي كان مطلوب منه. رغم ان كل دي افلام حلوة بس الناس زهقت من افلام الابطال الخارقين. المعضلة الثالثة هي تبديل الشخصيات الرجالية بنسائية، وده أشعل حرفيا غضب الفانز. مش بس انت قدمت شخصيات نسائية ملهاش لازمة، انت بدلت الرجالة بستات. ثور نخليه ثور بنت تمسك معاه فيلم بطولة مشتركة، بلاك بانثر يموت نجيب أخته مكانه، ايرون مان نحوله لايرون هارت، هوك اي نحوله لهوك جيرل، هالك نقلبه شي هالك. وكلهم بلا استثناء محدش فيهم كان جدير يبقى خليفة الأبطال الأساسية، كلهم وحشين. وده خلى الجمهور يفكر انت مش بتجيب خليفة لبطلنا الأيقوني بناء على كاريزمته أو شخصيته أو قصته، لا انت بتجيبه بنت وخلاص ومش فارقة اي حاجة تانية. يعني انت من الاخر بتدمر لنا شخصياتنا اللي اتعلقنا بيها وبتقلل منها. طب هنشخصنها معاك وهننزل شتيمة وتريقة عليك وهنخسرك. ده غير خلى الناس تقلق من فيلم افنجرز الجاي ان شاء الله. مين هيحارب البعبع الكبير؟ مين هيقف قدام دكتور دوم؟ ده كل الشخصيات ستات، مفيش حرفيا رجالة. تخيل الموضوع اثار الجدل لدرجة ان روبرت داوني جونيور بنفسه اتدخل وطلب من مارفل انها تعدل سكريبت فيلم دومز داي وتقلل من الشخصيات النسائية لان بالشكل ده الفيلم هيخسر. ويقال ان مارفل استجابت للطلب ده وجابوا كتاب ديدبول يشتغلوا على السكريبت اللي هو اكبر ممثلينك زهق من القرف اللي بتعمله. المعضلة الرابعة التنوع الطبيعي مش السياسي. في ناس ممكن تفتكر كلامي اللي انا معترض على وجود الستات في مارفل او تقديم بطلات بنات. ده مش صح. كل اللي الجمهور عايزه هو اتزان، عدد البنات والرجالة يكونوا متوازنين، والاهم من كل ده يكون ليهم سبب. التنوع الطبيعي هو عرض عالم مليان شخصيات مختلفة بشكل يخدم القصة. الكل موجود حرفيا عشان يخدم على القصة، زي وجود كيانات خارقة، ابطال بشر، كائنات غريبة في نفس العالم. التنوع السياسي بقى اللي مارفل بتعمله هو ترديد شعارات تمثيل النساء واهمية ان يكون بطلك اسود او امرأة. انت كده حولت الستوري تيلينج او السرد القصصي لبروباجندا، ودي مش هتنفعك. المعضلة الأخيرة هو الشخصيات النسائية الشريرة. واندا ماكسيموف
تعتبر فرصة ضايعة. واندا كان ممكن تبقى واحدة من أعظم الأشرار في تاريخ مارفل، عندها قوة هائلة، دوافع مأساوية، فقدت جوزها فيجن وأولادها اللي خلقتهم بعالم وهمي. بس اللي حصل في واندا فيجن ومالتي فيرس اوف مادنس خلى شرها مش مبرر. هي ضحية كتاب شرير اسمه دارك هولد، مش هي اللي وحشة، الظروف اللي خلتها وحشة. ده خلى الشر بتاعها ضعيف، مش نابع من قرار شخصي، وبالتالي شخصيتها بقت أقل عمق. مش عارف ليه الافلام الجديده بتتعامل مع الستات على انهم انقياء بالفطره، لو عملوا حاجة غلط يبقى السبب ظلم خارجي أو قهر اجتماعي أو سحر شيطاني. ده عكس الأشرار الرجالة. رجالة كتير اتقدموا كأشرار كاملين بدون تبرير، ثانوس، لوكي، إريك كيلمونجر، والناس حبتهم واعتبرتهم تهديد حقيقي للبطل. ده غير لما تحرم النساء من ألعاب أدوار الأشرار المهمة، ده بيتسلب منهم عنصر الدراما الأهم، الصراع الداخلي والخارجي. بيتحولوا لشخصيات إما سطحية أو مليانة شعارات. الناس بتحب الأشرار العظماء زي ما بتحب الأبطال. ثانوس كان محبوب ومكروه في نفس الوقت عشان دافعه واضح وشره أصيل. مفيش شخصية نسائية وصلت لمستواه لأنهم مش عايزين يقدموا امرأة كشريرة كاملة، دايما بيقدموها إنهم سطحيين أو ضحايا. الخلاصة إن كل الأفلام الجديدة فشلت بسبب إن مارفل تخلت عن جمهورها الوفي، وحاولت تجذب فئات معينة صوتهم عالي جدا بس بدون أفعال. حاولت ترضي الأقليات والنساء اللي وعدوهم انهم هيقفوا جنبهم، ولما جه الوقت الحاسم اتخلوا عنهم. فبالتالي مارفل بقت مسعورة متخبطة مش عارفة تعمل ايه، فقررت تعوض نقص الجودة بالكمية وتنزل اعمال كتير جدا. فالناس زهقت، واي محاولة لاصلاح الغلطات اللي ارتكبتها اتقابلت بسخرية وفشل. ولما قررت اخيرا تعدل عن مسارها وترجع تعمل اللي كانت بتعمله زمان، كان خلاص الجيل اللي كبر على افلامها ما بقاش متحمس زي الاول، والجيل الجديد بقى مركز اكتر على السوشيال ميديا وافلام تانية. كان نفسي انهي كلامي بمثل اللي بيمشي ورا البنات بيزعل، بس للاسف البنات اللي عقلهم صغير مش هيعتبروها هزار وهيزعلوا جامد ويتهموني بالذكورية، والولاد او المراهقين او المعقدين هيستغلوا الموضوع ويشتموا في البنات. فقشطة، مش عايز اتكلم خالص اكتر من كده عن حاجة تضايق اي حد. احنا هنا بنشرح حالة مش بنقصف جبهة حد. حبوا بعض يا جدعان بالله عليكم في الكومنتات، وارجوكم متقعدوش تتنمروا على بعض، خليكوا اسوياء عشان مش مستاهله. بس كده ما تنساش تعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اعمل فولو سريع على الانستا لو حبيت الفيديو ده وحابب المحتوى. وبيس.